عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم الدكتورة تسنيم أسامة، دكتورة علاج طبيعي. بإذن الله هشرح لكم مواد علاج طبيعي، ونبدأ بمادة الأناتومي لأنها مادة مهمة جدا. بإذن الله نبدأ باللور لمب لأن هو سهل وبسيط، وبإذن الله يبقى سهل في الفهم والحفظ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اول حاجة طبعا احنا عارفين اللور لمب بيتكون من 31 بونز موجودة في اللور لمب، 31 عظمة موجودين في اللور لمب. البلفيك جيردن عبارة عن الهيب بون فقط، السكرم مش تبع البلفيك جيردن، هو مكتوب معاهم لانه تبع الحيز بتاع البلفيك جيردل، لكن هو مش مع عظام البلفيك جيردل. البلفيك جيردل بيكون فقط من الهيب بون. تاني جزء معانا في اللور لمب هو الثاي، في عظمة واحدة بس اللي هي الفيمر. كل اللور لمب فيه فيمر، والني فيها الباتيلا، والليج فيها التيبيا والفيبيولا. التيبيا ديت ميديال من ناحية جوه، والفيبيولا برا زي ما احنا شايفين كده لاترال. والفوت فيها 7 تارسال بونز اللي هما من ناحية جوه، و5 ميتا تارسال، و14 فالنجيز اللي هما الصوابع. وهنعرف طبعا ان التارسال بونز دول بنسميهم الانكل بونز عشان هما ناحية الانكل، والميتا تارسلز دول بيعملوا الانستب، والفالنجيز دول اللي بيعملوا التوز. تمام. بعد كده ندخل على البونز اوف بلفيك جيردن، عظام الحزام الحوضي اللي هو بيتكون من ايه؟ من الهيب بون. عندنا مفصلين مهمين جدا جدا جدا. مفصل اسمه ساكرو إيلياك جوينت. ليه سميناه كده؟ لان هو ناتج من الساكرم اللي هي الفقرات العصاصية، والإيليوم اللي هو جزء من الهبون. علشان كده سميناه ساكرو إيلياك جوينت، لأنه ناتج من ناتج اتصال بين الإيليوم والساكرم. وعندنا مفصل تاني اللي هو اسمه سيمفيسيس بيوبس، منطقة التحام العانة ديت ناتجة من تلاقي تو بيوبيك بونز مع بعض بيعملوا سيمفيسيس بيوبس. منطقة التحام العانة دي بتبقى قدام في الجسم. بعد كده الهيب بون دي بتتكون من ايه؟ اللي هي عظمة الحوض دي بتتكون من ايه؟ احنا طبعا عندنا في جسمنا 2 هيب بونز، كل واحدة منهم بتتكون من إليوم وإسكيوم وبيوبس. كل هبون بتتكون من 3 أجزاء. الإليوم بيمثل الخمسين اللي فوق من الهبون، والإسكيوم الخمسين اللي ورا من الهبون، والبيوبس هو الخمس اللي قدام من الهبون. تمام. والإسكيوم ديت الجزء اللي احنا بنقعد عليه. البيوبس هي المنطقة اللي قدام اللي اتصالهم مع بعض بيعمل سيمفيسيس بيوبس. تمام. نبدأ بشرح الإيليوم اللي هي الخمسين اللي فوق من الهبون. طبعا عندنا حاجة اسمها إليا كريست اللي هي الحافة بتاعة الهبون من برا، اسمها إليا كريست. كريست يعني حافة، فعشان كده سميناها إليا كريست، هي حافة الإليوم. والإليوم ليه 3 borders زي ما احنا شايفين، anterior border وميديال border أو نسميه الأركيوت لاين، و
posterior border. تمام. اول حاجة عندنا ال anterior border، ده بيحتوي على anterior superior iliac spine، الحتة اللي طالعة فوق ديت anterior superior iliac spine، وفي تحتها anterior inferior iliac spine. تمام. وفي iliopubic eminence. iliopubic eminence الحتة اللي بارزة دي اللي تحتهم ما بين البيوبس والإليوم. وقصادها الناحية التانية ناحية البوستيريور بوردر. posterior border بيتكون من posterior superior iliac spine، posterior inferior iliac spine، وحاجة اسمها auricular surface شبه الأذن كده، والفتحة الكبيرة اللي تحتهم دي اسمها greater sciatic notch، وتحتها ischial spine، وتحت الاسكيال سباين اللي هي الشوكة اللي طالعة تحت الجريتر سايتك نوتش دي في تحتها ليسر سايتك نوتش. هناخد كل ده حالا بالتفصيل بإذن الله. وفي حاجة اسمها اسكيال تيوبروزيتي. الاسكيال تيوبروزيتي ديت حتة خشنة كده فوق الاركيوت فوق الاوريكولار سيرفيس. وفي حاجة اسمها إلياك فوسا. فوسا يعني حفرة كبيرة، فدي حفرة كبيرة في الإليم فسميناها إلياك فوسا. وطبعا ده الاوريكولار سيرفيس اللي شبه الأذن. والبلفيك سيرفيس ده بيبقى فوق الاسكيا مباشرة. والفتحة الدايرة ديت بنسميها obturator foramen. obturator foramen. تمام. طيب بعد كده ناخد الإليوم من ورا posterior view. الإليوم فيها من ورا 3 لاند ماركس، 3 لاينز كده بيعلموا العضلات اللي موجودة فيها. عندك أول حاجة posterior gluteal line. posterior gluteal line ده وراه الجلوتيوس ماكسيموس. تمام. وبعده الميدل جلوتيال لاين. الجلوتيال لاين اللي في النص ده وراه الجلوتيوس ميديوس اللي هي اللي في النص. وانفيريور جلوتيال لاين وراه الجلوتيوس مينيموس. التلاتة عضلات دول مهمين جدا. وتحت الانفيريور جلوتيال لاين ده في reflected head of rectus femoris لسه هناخدها بإذن الله. ادي اهو زي ما احنا شايفين posterior gluteal line، middle gluteal line، inferior gluteal line. وزي ما احنا قلنا اهوت ان البوستيريور جلوتيال لاين، البوستيريور جلوتيال لاين وراه جلوتيوس ماكسيموس. اكبر عضلة هي اللي طالعة من اصغر اوريجين جلوتيوس ماكسيموس. والحتة اللي هناك دي ده جزء من الاوريجين بتاع تنسور فاشيالاتا طالعة من الاوتر ليب اوف إلياك كريست. وطبعا لسه قايلين حالا الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش. الليسر سياتيك نوتش بتنقسم لأبر هاف ولور هاف. الأبر هاف طالع منها السوبيريور جيميلاس، واللور هاف طالع منها عضلة اسمها انفيريور جيميلاس. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين لسه قايلين حالا الجلوتيوس ميديوس طالعة من ورا الميدل جلوتيال لاين، وجلوتيوس مينيماس طالعة من ورا الانفيريور جلوتيال لاين من الجلوتيال سيرفيس اوف إليوم between الميدل والانفيريور جلوتيال لاين. وقلنا في structure كده تحت inferior gluteal line هو ال reflected head of rectus femoris طالع من impression just above the acetabulum. ولسه هناخد حل الأسيتابولوم. تمام. ندخل على تاني جزء من الهيب بون هو البيوبيك بون. البيوبيك بون اللي هي العظمة اللي قدام بتمثل الخمس الأمامي من
الهيب بون، فيها بيوبيك بودي فيها البيوبيك بودي اللي هو الامامي ده، جسم البيوبس يعني. وفي فوق البيوبيك بودي ده superior pubic ramus، وتحته inferior pubic ramus. وفي iliopubic eminence اللي هي الحتة البارزة دي. يبقى البيوبيك بودي فوق superior pubic ramus ذراع كده، وتحته inferior pubic ramus، وفي iliopubic eminence. تمام. البودي اوف بيوبس، البودي اوف بيوبس ده بيتكون من جزئين مهمين جدا. البيوبيك كريست اللي هي احنا قلنا الكريست اتفقنا ان هي بتبقى الحافة اللي بره، فالبيوبيك كريست دي هي الحافة اللي بره. والبيوبيك تيوبريكال دي الحتة اللي بارزة دي، تيوبريكال يعني بروز كده. تمام. طبعا السوبيريور بيوبيك ريمس ليها 3 borders و 3 surfaces. الخط اللي فوق ده اسمه pectineal line لان تحته pectineal surface. والخط اللي تحته ده اسمه obturator crest. ليه سميناه obturator؟ لانه جنب الobturator foramen. وفي احنا قلنا الحدوة الفرس او الهلال المقلوب ده بنسميه اسيتابيلم، شبه حدوة الحصان كده. ففي تحته اسيتابيلر نوتش، حفرة صغيرة كده اسمها اسيتابيلر نوتش. وتحت في inferior border. وهنا طبعا زي ما قلنا في البادي اوف بيوبس في بيوبيك كريست والبيوبيك تيوبريك اللي هو البروز ده. تمام. السوبيريور بيوبيك ريمس قلنا طبعا ليه 3 surfaces 3 borders. ولسه قايلين ان البكتينيال لاين ده تحته بكتينيال surface، والobturator surface ده فوقه obturator crest. قلنا سميناه obturator بالنسبة للobturator foramen. وهنا pubic tubercle و acetabular notch. تمام. بعد كده الانفيريور pubic ramus اللي هو الذراع السفلي بين البيوبس، ليه 2 surfaces و 2 borders. medial border اللي هو ناحية الميديال اللي جوه، و lateral border ناحية برا، في outer surface ده باصص لبرا. تمام. ناخد الاسكيوم ده اخر جزء من الهبون، بتمثل الخمسين اللي ورا من الهبون. طبعا زي ما قلنا الحفرة الكبيرة اللي فوق ديت اسمها greater sciatic notch، وتحتها dorsal border. بعدين ischial spine اللي هي الشوكة طالعة بارزة دي، وتحتها lesser sciatic notch. وفي dorsal surface of ischia. تمام. و المربع اللي في الاسكيام ده اسمه اسكيال tuberosity. تمام. نكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بدأناه بإذن الله في الفيديوهات القادمة. أتمنى تكونوا استفدتم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، دعوة حلوة من قلبكم. بحبكم جدا. استودعكم الله. مع السلامة.